هتخلي الحمام المريح يبدا يشتغل تاني ويزيد في الانتاج. الحاجه دي عن تجربه وجربناها مع الحمام بتاعنا كذا مره، وعرفنا اسرارها واسبابها اللي هي بتخلي فعلا الحمام بتاعنا يشتغل ويبدا ينتج تاني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة دايما يا رب. النهارده ان شاء الله هقدم حاجة مفيدة جدا للحمام بتاعنا، هتساعدنا في زيادة انتاج البيض، هتساعدنا في تحسين مستوى الخصوبة بالنسبة للذكورة، هتساعد كمان في رفع مناعة الحمام بتاعنا، هتخلي الحمام بتاعنا مناعته كويسة، مضاد بكتيريا، مضاد للالتهابات، فيها فيتامينات متعدده جدا. لو انت بتدور على انتاج البيض، بتدور على تحسين مستوى الخصوبه، البيض الرايق، البيض اللي هو غير مخصب، ده هتلاقيه في العشبه اللي احنا هنقدمها النهارده. كمان مش هيجي لنا امراض بالنسبه للعشبه دي لو قدمناها، وهي عشبه المورينجا. تقديمها سهل وبسيط جدا، ولكن قبل ما اتكلم على طريقه تقديمها هتكلم على فوائدها العظيمه بالنسبه للحمام بتاعنا. ومن اهم فوائد عشبه المورينجا ان هي بتحتوي على نسبه كبيره جدا من الكالسيوم، وده اللي بتفتقده او بتعاني منه بعض الاناث، اللي هو طبعا بيساعد على عمليه انتاج البيض. تحتوي كمان على فيتامين ج اللي هو بيرفع المناعه بتاعه الحمام بتاعنا او بيعزز من مناعه فرد الحمام بتاعنا. بيعالج كمان امراض الكبد والكلى للحمام والطيور ويحافظ عليها من التلف، يعني يعتبر مرشد كبدي ومضاد سموم طبيعي جدا للحمام بتاعنا. مش هحتاج لمضادات السموم اللي هي بيكون ثمنها غالي، او مش هحتاج للمنشط الكبدي اللي هو بيكون ثمنه غالي اذا كان بيطري او اذا كان بشري. يعالج ايضا امراض الالتهاب المفاصل اللي هي بتصيب الحمام بتاعنا، اللي هو برضه بيبقى ناتج عن نقص الكالسيوم. وبتعمل كمان على علاج مشاكل التسيف والهذلان الناتج عن سوء التغذيه، يعني مش هنلاقي الحمام بتاعنا لا فيه نسبه تسيف ولا طبعا الهذلان اللي هو بيحصل للجسم بتاعنا نتيجه سوء التغذيه. بعض الحمام لما بنكلف بنلاقي بعض الحمام ما بيقبلش على الكلفه، ان شاء الله دي هتنتهي تماما. حالات التسيف اللي هي ممكن تلاقي بعض الاسوس عندنا حصل لها حاله تسيف، بيكون ده طبعا ناتج عن الاجهاد اللي هو بيحصل نتيجه الانتاج المستمر. يعمل على تحسين عمليه الهضم وتنظيف الجهاز الهضمي، بيمنع حالات تحجر الحويصله سواء للحمام بتاعنا الاسوس الكبيره او تحجر الحويصله اللي احنا ساعات بنلاقيها عند الزغاليل بتاعتنا، يعني يعتبر 2 في 1. بينظف الجهاز الهضمي من السموم وبيساعد على عمليه الهضم بالنسبه للزغاليل اللي هي تحجر الحويصله، او المهضم اللي انا بحتاجه للحمام بتاعنا، مضاد سموم ومهضم طبيعي جدا للحمام وللزغاليل خاصه. لو احنا بندور على مضادات السموم هنلاقيها ان شاء الله في نبات المورينجا اللي احنا بنقدمه للحمام بتاعنا. يساعد على رفع كفاءة تخصيب الذكورة، وهتحسن من عملية التخصيب، مش هتلاقي عندك بيض رايق. فلو انا بدور على السيلينيوم هو موجود اهو في نبات المورينجا اللي احنا قدمناها للحمام بتاعنا. يساعد على تقوية الريش ويزيد من بريقه ولمعانه. خارجين من فترات القلش، عايزين الحمام بتاعنا يبقى الريش بتاعه قوي، وكمان الريش بتاعه يبقى كويس وبتستف بمعنى صح، يبقى لازم ان احنا نقدم نبات المورينجا. يقلل من مشاكل كبس البيض وموت الأجنة في موسم التزاوج، اللي هي بتحصل نتيجة الرطوبة العالية أو نتيجة انخفاض درجات الحرارة. في تلك الحالتين ممكن يحصل كبس للبيض. فلو اهتمينا بتقديم العشبة دي بإذن الله هتنتهي تماما وهتختفي من عندنا وهتزود الإنتاج بتاعنا. له القدرة في رفع معدل التحول الغذائي للزغاليل، وده طبعا بيساعد على زيادة وزن الزغاليل بتاعتنا. مصدر جيد للأحماض الأمينية اللي احنا بنحتاجها بالنسبة للحمام بتاعنا بشكل مستمر. يعني عشبة المورينجا تعتبر كاملة متكاملة بالنسبة للحمام بتاعنا، بتحتوي على فيتامين ج وبتقوي جهاز المناعة بتاع فرد الحمام بتاعنا، بتحارب الأنيميا، مضاد للبكتيريا والالتهابات، بتزيد من إنتاج البيض وبتزيد من الخصوبة، وكمان بتزيد من زيادة وزن الزغاليل بتاعتنا. يعني كل اللي بدور عليه للحمام بتاعنا هلاقيه في نبات عشبة المورينجا اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. كامله متكامله بالنسبه للحمام بتاعنا، بتعالج الامراض، بتعالج كل حالات نقص البيض، بتعالج الخصوبه، بتزود من وزن الزغاليل. طريقه تقديمها سهله وبسيطه جدا، ان انا اغلي ميه واحطها على فنجان كاني بعمل كوبايه شاي كشري بالظبط، وبحط عليها معلقه من عشبه المورينجا تكون جايه طبعا مطحونه، بحط منها معلقه كبيره على الفنجان ده واسيبها ان هي تبدا ان هي تتفاعل مع بعضها. بعد كده بقدم الفنجان او الكوبايه اللي انا عملت منها العشبه بتاعه المورينجا دي، بقدمها على لتر ميه. اهم حاجه ان احنا نعطش الحمام يا جماعه عشان يستفاد باي جرعه، اذا كانت اعشاب او اذا كانت ادويه. بعطش الحمام بتاعي لا يقل عن 4 ساعات، ده عشان الحمام بتاعنا يستفاد باكتر جرعه يحتاجها من الاعشاب او الادويه اللي انا بقدمها. دي كده يا جماعه كل فوائد عشبه المورينجا اللي انا قدمتها للحمام بتاعي النهارده، وهي لا غنى عنها بالنسبه للحمام بتاعنا طوال موسم الصيف، عشان تنتج وتطلع وزن الزغاليل بتاعتك كويسه، تحافظ على الحمام بتاعك من اي امراض
اذا كانت امراض بكتيريه وامراض فيروسيه، وتحافظ كمان على مستوى الخصوبه بالنسبه للذكوره، وتحسن من مستوى البيض عند الحمام بتاعنا. دي كده الفوائد اللي قريناها مع بعض، طريقه تحضيرها اللي احنا قدمناها للحمام بتاعنا. اسف جدا على الاطاله في الفيديو، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.